اسمي اعلام حتى وكده مفتوح بعد ملعب لاسلكي. ثم يقول لا يجوز الخروج على الحاكم. نعم اعنيه وكلنا نعرفه. الشيخ الذي جمع المعونة للمجلس العسكري. اين المعونة يا مولانا؟ هل وصلت بالسلامة الى جيبك وجيب الاسرة؟ ركبت السيارات الفارهة. أهذا في دين الله؟ في دين الله الداعية قول وعمل، ليس في دين الله قول بلا عمل. أقول لك تقول لا يجوز الخروج على من قال لا إله إلا الله، وأنا أقول لك هل يجوز لمن قال لا إله إلا الله أن يسحل ويقتل ويغتصب وينتهك الأعراض ويقتل؟ وأنا أقول لهم أيها الإخوان والسلفيون أعداء الدين، قتل الشيخ فلم تسوروا، حرق المصحف هنا فلم تسوروا، سحل المصريون فلم تسوروا، دهسوا بالمدرعات في المنصورة وفي غيرها فلم تسوروا، فمتى ستسوروا؟ إلى أي دين تدعون؟ وبأي شريعة تؤمنون؟ أهي شريعة الله الإنسانية أم شريعة شيطانكم الصهيوني حسن البنا والصهيوني محمد بن عبد الوهاب؟ فوالله إن الصراع الآن أيها المؤمنون بين الإسلام الحقيقي الذي أنزل من قبل الله وبين إسلام مزيف محرف بدأ تحريفه من عصر بني أمية الذي أطلق عليه زورا خلافة، ثم العباسية التي أطلق عليها خلافة. حينما تعلق رقبة ابن الزبير ويشنق في جوف الكعبة وتقول لي أن هذه دولة الخلافة والشريعة، دعني أقول لك أنت ساجج أو متآمر. حينما يذبح الإمام الحسين وتقطع منه الرأس ويطعن الفم الشريف الذي قبله رسول الله وتقول أن هذه دولة الخلافة، لا يوجد في الإسلام اسمه دولة الخلافة، ولكن يوجد إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء خير